ست بتحكي وبتقول انا متطلقه، بحب شخص هو بيحبني وبيموت فيا جامد، اكشن اخر حاجه. بس في نقطتين، هو لما بيجي يتكلم معايا بيكلمني دايما في الكلام اللي مش كويس، كلام الجنس يعني. انا ما بحبش اتمادى كده وكده يعني. الاستقرار كتير، هو بيقول لي انا عايز اعمل، انا عايز اسوي، انا مش عايز اعمل حاجه كده بره، انا عايز اعمل معاك عشان انا بحبك واموت فيك وكده كده نتجوز. عامه الموضوع ده لازما يكون ليه خط احمر عشان تفهمي الكلام ده كويس وتستوعبيه. لو انت عملت الحاجه دي معاه برضاكي او غصب عنك عشان ترضيه، يعني مش غصب عنك اللي ياخدك عافيه، لا، او ترضيه او ياخدك غصب عنك، هل كده اللي انت ممكن تكملوا جواز؟ يعني انا عايز افهم حاجه. انا دلوقتي كراجل وعايز اتجوز واحده متطلقه مثلا، هل لما تيجي هي، لما اخذ في الكلمه، تنام معايا، هل هستأمنها لما اجي اتجوزها على نفسي او على عيالي، او هسيبها لوحدها ازاي؟ عايز افهم يعني النقطه دي في بحر اللي ازاي الراجل لما يتجوز واحده متطلقه ونام معاها ازاي هيتجوزها. ما هيحط في دماغه ادام هي عملت معايا كده، واحنا اساسا لسه ما دخلناش دنيا وما دخلناش وما ارتبطتش بيها، ده هي كلمه بيني وبينها ونامت معايا. اما لو هي كتبت الكتاب هتعمل ايه؟ او هتبص لايه؟ او الشكل هيبقى عامل ازاي؟ انا عايز افهم يعني. كل ست متطلقه وعملت الكام حركه دول مع مين؟ مع صديقها، حبيبها، الجور فريند بتاعها، الواد اللي ماشيه معاه، اي كان تتخيلوه. انت مستوعبه الكلمه ازاي لما تيجي اساسا لما قالك بحبك، ارتبط بكلمه صغيره قالك بحبك، عرفتي انت اللي هو هيكمل معاك ازاي؟ عايز افهم انا. استوعبت كده وعرفت الغيب اللي هو هيتجوزك؟ طب ماشي يا ست، عرفت الغيب وعندك الحاسه البتنجان وعرفت اللي هو هيتجوزك، هيستأمنك ازاي في بيته؟ هتحلفي له على الميه تجمد اللي انت مش هتعملي كده مع اي حد؟ وانا متأكد مليون في المية هيشك في كل حاجة وكل التصرف. هتخليه دايما لما يخرج من البيت الشك في باله اللي انت هتدخلي حد تاني. صدقيني والله بتكلم جد. في ناس مش مستوعبة اللي انت لما تيجي تعملي الحاجة دي قبل الجواز ولا قبل الخطوبة ولا قبل، انا بتكلم دلوقتي على عامه على المطلقين يعني عشان تفهموا، ما هو المطلقين ممكن يتخطبوا برضك عادي، لا انا بتكلم دلوقتي لازم تفهمي الكلمتين دول. ازاي تغلطي الغلطه الشائعه دي؟ غلطيها قبل ما يخش عليكي يكتب الكتاب. على الاقل لازما قبل ما يعمل اي حاجه معاك يكتب الكتاب، عشان هو لو ما كتبش كتاب ومسك ايدك ولا عمل اي حاجه كده ولا كده، هيفهم اللي انت لا مؤاخذه في الكلمه شمال الشمال. وحتى لو هو عمل معاك اللي ما يتعملش اي حد من زي الاتنين متجوزين يعني مثلا، يعني هيسيبك.